كل اللي بيحصل احداث في مصر دي بعض القساوسه فسروها ان ده لازم يحصل عشان يحصل نبوءه، تفسير او يعني اثبات لنبوءه موجوده في سفر اشعياء. انا هسمعكم ماذا يقول الكتاب المقدس بتاع النصارى الموجود دلوقتي عن الاحداث وازاي لازم تتم وازاي لازم يثبتوا النبوءات دي. هشوف الفيديو ده وارجع لكم نكمل. خلونا مع بعض نقرا سفر اشعياء اصحاح 19. وحي من جهة مصر. هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله، وأهيج مصريين على مصريين، وأهيج مصريين على مصريين، وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشوراتها، وأفني مشوراتها، وأفني مشوراتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين، وأغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر وييبس، وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسد، والرياض على النيل على حافة النيل، وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد ولا تكون، والصيادون يئنون، وكل الذين يلقون شصا في النيل ينحون، والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون، ويخزى الذين يعملون الكتان الممشط، والذين يحيكون الأنسجة البيضاء، وتكون عمودها مسحوقة، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس، وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. طبعا شفنا دلوقتي دي موجود في العهد القديم في سفر اشعياء في كتابه المقدس اللي بيؤمن به النصارى، سواء بقى 66 او 73 ما علينا، مش قضيتي، ولكن قضيتي ان ده موجود داخل الكتاب المقدس. نبوءه من نبوات اشعياء، وعلى فكره بيسموا اشعياء الانجيل الخامس. القضيه تحولت دلوقتي زي ما قالوا فائيل قبل كده، صوتوا بلا عشان الشريعه ما تكونش موجوده، وزي ما قال ترادوس البابا بتاعهم ان احنا لو صوتنا او احنا لو يعني احتكمنا للشريعه هنرجع للوراء والكلام ده، ونرجع للخلف والكلام ده كله. يجي واحد يقول لك انت بتقوم الناس على بعض. لا، انا بس بفهمك الوضع ماشي ازاي. كله ليه هدف. هم يعتقدوا ان الاخوان المسلمين هيطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى، فهم مش عايزينه اصلا. والتيار المدني عايز علمانيه للدوله، فهم مش عايزينه اصلا. احنا مشكلتنا ان احنا بنقول للاخوان المسلمين سرعوا في التطبيق، فهم دول اتفقوا مع دول، زي ما كان بيقول لك دول راحوا لدول عشان يروحوا لدول، فهم اتفقوا كلهم مع بعض فلول على الناس اللي بتحب البياده، على الناس اللي هم تيار مدني، على الناس الليبراليه، على العلمانيه، على الحداثه، على الاشتراكيه، يساري مع اليمين، مع كله مع بعض، اتفقوا ان هم يقفوا ضد النهارده عشان يسكتوا. الفكره مش اسقاط رئيس، الموضوع يا جماعه مش اسقاط محمد مرسي، اللي فاهم كده يبقى غلطان. هرجع اقول عندنا مشاكل مع الرئاسه، عندنا مشاكل مع الاخوان المسلمين، عندنا مشاكل مع كل واحد موجود في وزير في رئاسه في وزاره هشام قنديل، ولكن في آلية ديمقراطيه نشتغل عليها، ولكن في حوار، ولكن ما احنا اشتغلنا هنا حلقات كتير جدا، وجبنا السفير الايراني وعملنا حلقه على الشيعه، وقلنا الرئيس اتقي الله فينا ما جبناش الشيعه في مصر، وقلنا الرئيس خلي بالك من الضباط الملتحين، وقلنا الرئيس ما عندناش مشكله احنا نتكلم والحوار يبقى مفتوح.
بس انا مش غبي زي ما في اغبياء وقعوا في الفخ عشان اجيب، هعيد تاني، عشان اجيب حمدين صباحي او البادع او الهام شاهين هي اللي تمسك البلد. ما اجيبش انا واحده زي اناس الدغيدي هي اللي تمسك البلد، خالد يوسف هو اللي يمسك البلد، ابراهيم عيسى هو اللي يمسك البلد. مش لازم يمسكك كشخص ولكن يمسكك كفكر. ركزوا في الحته دي عشان دي حته مهمه جدا. الناس فاكره ايه؟ هرجع اقول لكم النهارده الصور كانت على الفيسبوك مثلا، هنشوف الصور هتنزل مرحبا بك يا يسوع في مصر. الوضع خلاص، ولا الصور دي رافعين النهارده الصليب. تمام؟ صور كتيره جدا النهارده اهو اهلا بك يا يسوع في مصر. اهلا بك يا يسوع في مصر. تمام؟ خلصت. حد هيقدر يقول لي الموقع ده جميل، اكبر موقع نصراني بيشتم، حد يقدر يقول لهم، او حتى يقدر، على فكره بينشروا حاجات كتير جدا للكتاب المسلمين بين قوسين كده، اللي هو المستبشرين يعني، او هو الراجل اللي هو مستنير، الاعلامي الاسلامي مستنير زي عمنا او عمهم بقى اسامه كوسي. ماشي؟ اهو صدقيني يا مصر يسوع هو الحل. الوضع دلوقتي بقى خطير في وسط الزحمه.